دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب. كل توفيق لأسود الأطلس، كل توفيق لفريقنا الوطني اليوم أمام المنتخب الإكوادوري. شوف الأسماء الإكوادورية ثلاثي خط الهجوم الخصوصي بوا وبلاتا وإنير بالنسيا والقائد باتشو المدافع الأوسط الذي يجد نفسه أمام رفيقه في نادي باريس سان جيرمان في البطولة الفرنسية أشرف حكيمي. أنا مباراة وسط مباراة بين باتشو وأشرف حكيمي. ياسين بونو أفضل حارس في العالم، نائل العناوي وحكيمي والمزراوي والبقية. كل توفيق للأسود اليوم أمام منتخب الإكوادور. والبداية ستكون بعزف النشيد الوطني لكل من المغرب والإكوادور. نبقى مع السلام الوطني للإكوادور. كنا مع السلام الوطني للإكوادور. عمران فلنقف جميعا مع تحياتي العلم على نغمات النشيد الوطني المغربي الذي سيعزف هنا في رياضير متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد. الدنيا أننا نحيا بشعار الله الوطن الملك. أيها السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم مجددا من رياضير متروبوليتانو في مدريد لمتابعة مباراة ودية تقود الفريق الوطني لمواجهة منتخب الإكوادور استعدادا لنهاية كأس العالم، وبالخصوص المباراة الأولى في الميت لايف ستاديوم في الولايات المتحدة الأمريكية في نيوجيرسي أمام منتخب البرازيل. سيكون أول دور لأسود الأطلس في مونديال بلد العام سما الفريق الوطني اليوم الاعتماد على ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير المزراوي، عيسى جوب، محمد ربيع حرمات، عز الدين وناحي، إبراهيم عبد القادر دياز، إسماعيل الصيباري، عبد الصمد الزلزولي، شادي رياض ونايل العناوي، وتشكيل محمد وابي الناخب الوطني الجديد الذي تم تنصيبه ناخبا وطنيا، وتوضع فيها ثقة لقيادة الفريق الوطني نحو مونديال التميز في الولايات المتحدة الأمريكية. كل توفيق لمحمد وابي أمام تشكيل من اللاعبين البدلاء، اختيارات متعددة الغرض منها هو قيادة الفريق الوطني لاستعادة جزء كبير من إمكانياته قبل انطلاق كأس العالم. التشكيل منتخب الإكوادور، منتخب الإكوادور مع المدرب سيباستيان بيكاسيس الذي يقود المنتخب الإكوادوري، واحد من الأطر التي تشهد وتفرض وجودها في كرة القدم في أمريكا الجنوبية، لاعب دولي سابق، وأيضا اشتغل مدربا مساعدا لمنتخب الأرجنتين، واشتغل في عدد من النوادي في أمريكا الجنوبية ولعب في أوروبا. أشرف حكيمي مع رفيقي باتشو ثنائي باريس سان جيرمان خوسيه لويس مانويل مونتيرو، وحكم هذه المباراة اليانا فرنانديز والفريدو رودريغيز.
حكمان مساعدان في هذه المباراة الدولية الودية بين المغرب والإكوادور. حديث البدايات، هذا بروتوكول البدايات في انتظار التحول الأمور الجدية. دانيال خيسوس وبابلو غونزاليز فيرتيز حكم الفار والافار، فيما منتخب الإكوادور المدرب سيباستيان بيكاسيس يعتمد على هرنان غالينديز، بييرو كابيي، جوال أوردونيز، ويليام باتشو، جوني بوا، إنير فالنسيا، ألان ميندا، بيدرو فيتي، غونزالو بلاتا، ألان فرانكو ومويزيس كايسيدو. وتشكيل منتخب الإكوادور الذي يبدأ به المدرب هذه المباراة. تشكيل يضم غالينديز حارس الخبرة، حارس رقم 1 في منتخب الإكوادور، واحد من الوجوه التي سيطرت على الرسمية. ثلاثي خط دفاع أوردونيز، باتشو وإنكابيي، فيما يلعب برباعي خط الوسط فرانكو، أدوار المهمة لكايسيدو وفيتي في خط الوسط، ميندا كجناح أيسر يقوم بأدوار دفاعية مهمة جدا، وثلاثي